السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان، مرحبا بكم في قناتكم دار ولد الفلاح. تحية كبيرة للجميع المتابعين الأوفياء، ومرحبا بالناس الجداد اللي انضموا للقناة ديالنا. نتمنى تدعمونا بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تبخلوش علينا بالتعليقات واللايكات اللي كتشجعنا نقدم لكم محتوى مفيد في مجال الكسيبة، تربية الدواجن ومجالات أخرى في الفلاحة. اليوم غادي نهضروا على اشهر سلالات الدجاج البياض اللي معروفه في المغرب، واللي كتختلف من حيث الوزن والانتاج واستهلاك العلف. كاين سلالات خفيفه بحال الفيومي، الليغورن والاندلسي، وكاين سلالات كبيره في الحجم بحال البلايموت روك والسوسيكس والرود ايلاند والاسترالو. اول نوع معنا هو البلايموت روك. كنربيوها للبيض وكذلك اللحم. دجاجة أليفة سهلة في التربية وكتحمل البرد بشكل كبير. كتبدا تبيض تقريبا من بعد الشهر الرابع، ويقدر يوصل الإنتاج ديالها 280 بيضة في العام. وزن الدجاجة حوالي 3 كيلو، والفروج أكثر من 4 كيلو. السلالة الثانية وهي الأسترالو، أصلها من أستراليا ومعروفة بإنتاج جيد ديال البيض واللحم كذلك. كتبدا تبيض في الشهر السادس تقريبا، وهي سلالة سهلة في التربية، لكن من الأفضل تتربى بوحدها حيث كتقدر تولي عدوانية مع بعض الأنواع الأخرى. الإنتاج ديالها كيوصل تقريبا 250 حتى ل 290 بيضة في العام. من بعد كاين السوسيكس الإنجليزي، هو دجاج كبير في الحجم وسهل التربية، مناسب حتى للتربية المنزلية لأنه هادئ وأليف وما كيحتاجش مساحة كبيرة. الإنتاج ديالو ما بين 250 و 300 بيضة في العام. أما الفيومي المصري فهو معروف بالمناعة القوية ديالو وتحمله للأمراض والظروف الصعبة، ولهذا فهو منتشر بزاف في المغرب. لكن المشكل بزاف من السلالات تخلطات، مبقاتش نقية بحال قبل. الإنتاج ديالو أقل شوية والبيض ديالو صغير مقارنة مع السلالات الثقيلة. كاين كذلك الدجاج الأندلسي الإسباني اللي معروف بالشكل الجميل ديالو والألوان المختلفة بحال الأسود الرمادي والأزرق، والإنتاج ديالو كيوصل تقريبا 170 بيضة في العام. الرود آيلاند حتى هو من السلالات القوية والسهلة في التربية، خصوصا التربية الحرة، حيث كيقلب على الغذاء ديالو كيعاون المربي ينقص المصاريف. الإنتاج ديالو حوالي 260 بيضة في العام. وآخر نوع معنا هو الليغورن الإيطالي، من أشهر سلالات البيض في العالم، خصوصا الليغورن الأبيض، والإنتاج ديالو كيوصل تقريبا 280 بيضة في العام. وفي الأخير نتمنى الفيديو يكون فادكم، وما تنسوش اللايك والتعليق والبارتاج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.